مباشر في التقاط الكرات، يعني هناك عدم دقة وعدم تركيز، ونتمنى. وهذه محاولة ممتازة يسجل محمد الأربش، يسجل سلة جديدة، أول سلة للأربش في هذه 8 نقاط حتى الآن لفريق الأهلي بطرابلس، وهذه محاولة وسلة جديدة عن طريق الأربش. الأربش يضيف رائع جدا من محمد كويدير، ممرر ممتاز، الاسيست ولا اروع من اللاعب محمد كويدير باتجاه اللاعب فتح المد على اللاعب مهاب الشويخ، بنفذ الكرة من الحد النهائي والتصويب يسجل الأربش أول ثلاثية الأهلي في هذه المباراة اللي بكل تأكيد تكون مهمة في الفترة القادمة. لمحاولة من الأربش ويسجل الأربش، يضيف سلة جديدة محمد الأربش 25. الآن محمد كويدير يمرر باتجاه خالد الدرسي ينقل الكرة باتجاه الأربش، فرصة مواتية لتصويب رمية ثلاثية، ما يكذبش الخبر ولا يخيب الظنون. اللاعب محمد الأربش يطلق رمية ثلاثية في غاية الدقة، لا يخرج الكرة بشكل ممتاز والتصويب، ولكن ضاعت المحاولة والمتابعة. إذن المتابعة موفقة المتابعة عن طريق اللاعب، أيضا عن طريق اللاعب خالد الدرسي. خالد يمرر الكرة باتجاه الأربش، فرصة مواتية للتصويب، يصوب ويسجل اللاعب محمد الأربش، يضيف الرمي. بالفعل تم احتساب السلة. إذا اكتمل المشاهدين الكرام الربع الثالث من هذه المباراة بتواصل التقدم. شاهدوا اللقطة اللي الماضية، هذه الرمية الثلاثية اللي كانت عن طريق فريق الأهلي ببنغازي. أحمد القندوس إلى خالد الدرسي، الأربش يصوب ويسجل. يا سلام، ولا أروع المحاولة عن طريق اللاعب محمد الأربش. إذا الشكشوكي يضيف سلة جديدة، نقل الكرة باتجاه الأربش، ما فيش كلام. يا سلام على الأربش يا سلام. خلال الفريق خلال مجموعة تفادي الهبوط، الأربش يمرر ممتاز التمريرات، ولا أروع المحاولة من جديد ويسجل. الأربش الآن صعب 23 نقطة، أفضل المسجلين في المباراة حتى الآن، يضيف نقطة جديدة يصبح ب 24 نقطة. أيضا يسجل نقطة أخرى، واصل تقدمه لقائمة المسجلين في هذه المباراة. والآن يغادر، يترك مكانه إلى الصاعد زين العابدين مكراس، فاز اللقب مع فرق النصر ومع فرق الشباب والنصر والهلال، وفريق الأهلي بطرابلس سيكون ضمن مجموعة تفادي الهبوط إلى جانب فرق الاتحاد والمدينة والوحدة. إذا بالتوفيق لجميع الفرق، وكل ما نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمتابعة هذه المباراة، وشكرا مجددا لكم مشاهدينا الكرام، ولكم التحية.